السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض صينيه جلاش باللحمه المفرومه خطيره، اللي هو من الاخر. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. ادي دي لفه الجلاش بتاعتي. انا النهارده مش هورقه، لا، انا هقطعه. يلا بينا نقطعه ونشوف مع بعض هنعمل ايه. وادي هو بعد ما قطعته بالسكينه، شايفين عامل ازاي؟ اللي هو بالشكل ده. الطريقه دي بتبقى حلوه جدا لما بيبقى الجلاش بتاعك مركون في الفريزر بقاله فتره، او عندك لفه جلاش ناشفه شويه، فبتبقى حلوه جدا ان انتي تقطعيه بالشكل ده بالسكينه طرنشات بالشكل ده. يلا بينا نحطه في طبق ونشوف هنعمل ايه. اهو بعد ما حطيته في طبق، تبدأي ان انتي تفرطيه بعيد عن بعض كويس قوي بايديكي كده، تفرطيه تمام كده. وبعدين هنجهز نص كوباية سمنة وننزل عليه بنص كوباية سمنة تمام كده. يلا بينا. وادي اهو بعد ما فرطته كويس قوي، ادي نص كوباية السمنة هبدأ انزلها على الجلاش بتاعي كده، ونقلب كويس قوي عشان خاطر السمنة توصل لكل الجلاش بتاعي. وادي اهو بعد ما قلبت الجلاش كويس قوي، شايفين اللي هو وصلت له السمنه. هبدا اجهز الخلطه بتاعتي دي، الخلطه الخطيره اللي هتخلي الجلاش بتاعي مهرق وطري وجميل. يلا بينا نشوف مع بعض. ادي دول كوبايتين لبن، اي لبن عندك ايا كان النوع، تمام، لبن معلبات او لبن بلدي او حتى نيدو، اللي هو مفيش مشاكل خالص. هننزل عليه بكوبايه من الزبادي تمام كده. طيب، وبرده الزبادي اي نوع، حتى لو الزبادي اللي انت عاملاه في البيت او زبادي بلدي اي نوع. وادي اهو بعد ما نزلت بالزبادي بتاعي على اللبن، هبدا اقلبه واضربه كويس قوي بالمضرب بتاعي كده، اللي هو بحيث القوام بتاعي اللي هو يبقى واحد تمام كده. وهنزل عليه دلوقتي بمعلقه من البيكنج باودر، دي اللي هتخلي معايا الرقاق بتاعي مورق وجميل. دي معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه من الملح الابيض، ونص كوبايه من السمنه. ونقلب بقى المكونات دي بتاعتنا كويس قوي بالمضرب كده تمام كده، اللي هو بحيث ان هي تمتزج معانا كويس قوي، وبعدين نركنها على جنب. وادي اهو بعد ما عملت الخلطه بتاعتي هسيبها ترتاح، وادي الجلاش بتاعي جاهز معايا. هبدا ان انا اجهز الحشوه بتاعتي. الحشوه عباره عن معلقه من السمنه، عليها بصله كبيره مبشوره او تقطعيها زي ما تحبي. يلا نرفعها على النار. وادي اهي البصله معايا، يا دوبك بس تشويحه صغيره خالص كده، وبعدين ننزل باللحمه بتاعتنا تمام كده. وادي اهي بعد ما شوحت البصله بتاعتي مش قوي، نزلت بربع كيلو لحمه مفرومه اهي بالشكل ده. هننزل عليها بربع معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الملح، ونبدا نقلب المكونات بتاعتنا كويس قوي لحد ما تغير لون وتخرز معايا. وادي اهي وهي على النار بكت الدهون اللي فيها، فانا هسيبها ان هي هقلبها، وطبعا ان هي تستوي منها فيها. هنزل بنص معلقه من البهارات، لو حابه ماشي، دي حاجه اختياريه، تحبي تحطي بهارات حطي بهارات، مش حابه خلاص يبقى هنكتفي بالملح والفلفل الاسود. وادي الحشوه بتاعتي خلصت، شايفين طريه وجميله ازاي؟ يلا بينا بقى نجهز الصينيه بتاعتنا. هو بعد ما جهزت الصينيه بتاعتي، تعمليها بقى مدوره مستطيله، اللي هو مفيش مشاكل خالص. الصينيه المتوفره عندك، وبدات انزل بمعلقتين من الخليط بتاعي بالشكل ده، وهبدا ان انا افردهم في قعر الصينيه من تحت تمام كده. افرديهم بقى بفرشه، تفرديهم بالمعلقه، مش مشكله خالص. ونبدا ننزل بنص كميه الجلاش اللي عندي في القعر عندي في الصينيه. يلا بينا. وادي بعد ما نزلت بنص كمية الجلاش عندي في الصينية، تبدأي تنزلي عليهم، تنقطي كده بس بالمعلقة تمام كده بالخليط بتاعنا، الخلطة بتاعتنا اللي احنا عاملينها تمام كده، اللي هو تنديها بس بالشكل ده تمام كده. وادي بعد ما حطيت الخليط بتاعي فوق الجلاش، يلا بينا بقى ننزل بالخلطة بتاعتنا اللحمة المفرومة. وادي اهو نزلت باللحمه المفرومه، نبدا نفردها في الصينيه كويس قوي ونظبطها كويس قوي فوق الجلاش.
وادي اهو فردت اللحمة فوق الجلاش. طبعا الخلطة دي ممكن تبدليها بفراخ او بسجق او بشوية جبن عندك، يعني الحشوة ممكن نفنن فيها براحتنا ونحط الحاجة اللي احنا عندنا متوفرة، مفيش مشاكل خالص. طيب بعد ما حطيت اللحمة هبدأ احط عليها من الخليط، انديها برضو زي ما حطيت على الجلاش. وادي اهي بعد ما نديتها بكام معلقة من الخليط بتاعنا نبدأ ننزل بنص الجلاش اللي فاضل عندنا. وادي اهو حطيت باقي الكمية بتاعتي فوق الصينية، ونبدأ بالمعلقة نضغط كده نسويها كويس قوي، او لو عندك هراسة ممكن برضو تضغطي بيها اي حاجة، او بايدك مفيش مشاكل خالص. نضغطه كده بحيث ان احنا نظبط الصينية بتاعتنا مع بعض. وادي اهو انا بدأت ان انا اظبط الصينية وظبطتها كويس قوي وضغطتها خلاص اهو بالمعلقة. نبدأ بقى نقلب الخليط اللي فاضل معانا كده، ونبدأ ننزل بيه على الصينية بتاعتنا بالشكل ده، وهو هيتشرب معانا تمام كده. وهو دلوقتي هيتشرب في الصينيه. ادي اهو بيبدأ يتشرب معايا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا وهو بيتشرب كده اسيبه دقيقة كده بره، اكون انا بسخن الفرن بتاعتي عشان هدخله. وادي اهي بعد ما اتشربت معايا هدخلها الفرن، احطها على الشبكة عندك في الفرن بتاعتك فيها مروحة، شغلي المروحة وشغلي من تحت بس، وحطيها على الشبكة تستوي براحتها من تحت. وبعدين لو ما اخدتش وش من فوق هنشغل الشواية عليها من فوق بعد ما نطفي من تحت. يلا بينا ندخلها الفرن. وادي جلاش اهي بعد ما طلعتها من الفرن وسبتها تهدى شويه، وبعدين بقى نبدا نقطعها بألف هنا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.